الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى، ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، البشير النذير، السراج المزهر المنير، رحمة الله لجميع العالمين. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام الهدى ومصباح الدجى، الإمام الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، مع أصحابه في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين الأمة وبين ماضيها المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق، وحتى لا تقبس الأمة من هذا الماضي شعلة لتوقد لها شموس الحياة، وحتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء زاكية طاهرة لتتدفق من جديد في عروق المستقبل والأجيال، في الوقت الذي تعتز فيه كل الأرض بتاريخها وتفخر برجالها وأبنائها. وإن أحق الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار أمة نبينا المختار، بشهادة العزيز الغفار. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية، ولكنها خيرية مستمدة من إيمانها بربها ونبيها، مستمدة من هذه الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى الناس أجمعين. نعم، لقد أنجبت الأمة المحمدية الميمونة
على طول تاريخها رجالا ونساء، سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار. ومن العسير أن نحصر عدد هؤلاء أو أن نقف على أعدادهم بدقة، لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. فتعالوا بنا دون أن نطيل في المقدمة، لأننا الليلة على موعد مع رجل مهيب. تعالوا بنا سريعا سريعا لنمضي الليلة مع رجل من طراز فريد. تعالوا بنا لنعيش الليلة مع الرجل المبارك الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له ذلكم الرجل حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على أفنان أي أغصان شجرة الصدق ليغرد لهذا الرجل بأغلى وأعلى المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والأسفار، إنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم المخلص في جميع الأطوار، وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، والممدوح في الذكر الحكيم بقوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار. إنه السابق إلى التصديق، إنه الملقب بالعتيق، إنه المؤيد بالتوفيق، إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إننا الليلة على موعد مع رجل بأمة. أعرني قلبك وجدد همتك، لأنك سترتقي الليلة مرتقا صعبا، فأنت أمام رجل بأمة. إنه أبو بكر الصديق، رجل يزن في موازين الرجال أمة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. خلي بالك معايا الذي في كل كلمة. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر، الرجل الذي لم يتلعثم في إيمانه قط ولم يتردد في يقينه أبدا، الذي تم له الإيمان واستوى على عرش اليقين يقينه. نعم، روى ابن إسحاق، وإن كان في سند الرواية ضعف من باب الأمانة العلمية، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له فيه كبوة. كبوة أي تردد. ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له فيه كبوة إلا أبا بكر فإنه ما تردد فيه. أقول الحديث في سنده ضعف، لكن يشهد له ما رواه أبو نعيم في الحلية والحافظ ابن عساكر بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما كلمت أحدا في الإسلام إلا أبى علي وراجعني الكلام. ما كلمت أحدا في الإسلام إلا أبى علي وراجعني الكلام إلا ابن أبي قحافة، يعني الصديق، إلا ابن أبي قحافة فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله واستقام عليه. فإني لم أكلمه في شيء إلا